إخواني المغاربة، أخواتي المغربيات، حياكم الله أينما كنتم. أختي، أخي، بارطاجي الفيديو واعتبرها صدقة جارية، لأن غنتكلم على واحد جوج ديال المواضيع ربما لأن الكل ناسيهم وتا واحد ما كيتكلم عليهم. ومن خلالكم بغيت نوجه واحد الرسالة للحكومة الحالية، وعلى رأسها السيد عزيز أخنوش اللي هو رئيس ديال الحكومة، لأن هذه الحكومة بين الفينة والأخرى كيخرجوا لنا بعض المستوزرين اللي فرحانين بالحقائب الوزارية ديالهم، لأن عمر ما كانوا كيحلموا بها. وفي العهد ديال السي عزيز أخنوش صبحوا وزراء في هذه الحكومة، ولكن لا إله إلا الله. دائما قلت كيخرجوا لنا وكيتكلموا على الإنجازات ديال هذه الحكومة هذه، وكيقولوا بلي أن اللي حقته هذه الحكومة هذه ما سبقلوش يتحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. يعني معناتها هذه الحكومة الحالية هي 34 حكومة اللي مرت في المغرب منذ الاستقلال إلى الآن. كيتكلموا على واحد المجموعة ديال الإنجازات، وكيقولوا بلي أنهم الآن حولوا الدولة إلى دولة اجتماعية بامتياز. والكل كيتحدث بهذا الخطاب هذا، ولكن الحمد لله لأن احنا المغاربة عايشين معاهم في هذا الوطن الحبيب، كنشوفوا كنراقبوا كنتبعوا. واللي بغيت نقول انا بصفتي كمواطن مغربي، هاد الاربع سنوات اللي قضيناها مع هذه الحكومه هي الاطول في الحياه ديالنا. يعني هي الاطول في الحياه ديالنا، لان مع هذه الحكومه هذه عرفنا واحد المجموعه ديال الاسعار اللي ما كناش كنتوقعوها، وما كناش ايضا سبقنا عشناها مع هذه الحكومه الحاليه. اللي بغيت نقول لهذه الحكومه، وخاصه بعض الوزراء قلت اللي كيخرجوا كيتكلموا وكيقولوا باللي ان حقه، بغيت نقول لكم اولا شنو اللي حققتوه في المسائل الاجتماعيه ذوي الاحتياجات الخاصه، لان هذه الفئه هذه هي موجوده وبكثره، والاباء والامهات كيعانيوا في الصمت. لهذا كنقول للاخوان ديالي بارطاجيو الفيديو باش على الله وعسى توصل هذه الرساله لديك الاذان الصماء. ذوي الاحتياجات الخاصه سواء تعلق الامر بالمنغوليين يعني التلتوت الصبغي، او بالتوحد ديال الاطفال، او بالاعاقه اللي هي دائمه. الله يحسن العون للامهات والاباء، لان هذه الفئه هذه اللي ما كيتكلم عليها حتى شي واحد، لا حكومه، لا برلمان، لا احزاب سياسيه، لا حتى شي واحد ما كيفكر في هذه الفئه هذه. وقلت هذه الفئه هي موجوده وبكثره في الوقت الحالي، والامهات والاباء كيعانيوا يعني معاناه، يعني ما بعدها معاناه في الحقيقه، لا من حيث المصاريف والتكلفه ديال العلاج ديالهم، ولا من حيث المرافقه والمقابله ديالهم، راه جد 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 صعبه. وما كيعرف هذه المساله هذه غير اللي كيعيشها وحس بها. وما ننساش هنا رئيس حكومه واحد، يعني في الحمله الانتخابيه ديالو الاولى قبل ما يطلع رئيس الحكومه كان تكلم على هذه الفئه، وقال بلي ان المعاق يفقر اهله، وهو عبد الاله بن كيران. تكلم في هذا الموضوع ولكن ما عمل فيها حتى حاجه. حكومه العداله والتنميه ما عمل فيها حتى شي حاجه، وجات هذه الحكومه ايضا حتى هي هذه الفئه حتى واحد ما كيتكلم عليها. لا مدارس فين يقراو هاد الاطفال، لا اطر اللي يراقبوا هاد الاطفال ويقابلوهم ويكونوهم، لانهم هما ايضا لهم كل الحقوق على هذا الوطن هذا، لانهم ابناء هذا الوطن حتى هما هاد الفئه هذه. وتا واحد تا شي ام ولا شي اب هو اللي اختار ان يكون عنده يعني الابن ديالو عنده واحد العاهه مستديمه دائمه، ولكن هذا قدر الله ومشيئه الله. اذا قلت ما كاينه مدارس، ما كاين اطر، ما كاين بعض الجمعيات عندهم غير الاسم ديال الجمعيه، ولكن ملي كتمشي لعندهم كتطرق الباب وكتسقسيهم كيقولوا لك يعني المقابله ديال ديك الطفل في خلال واحد 4 ساعات ولا 6 ساعات كتوصل 1400 درهم في الشهر. 1400 درهم في الشهر. يعني الانسان منين غيجيب هذا المبلغ هذا؟ يعني ما عندوش كيكون غير هاد الولد، عنده اولاد اخرين كيقراو في مدارس، عنده مجموعه من الامور، والدوله ما كتساعدش الاباء والامهات
على هاد الأطفال. هاد الأطفال هادو عند الناس اللي من البحر اللهن اللي عندهم هاد الحالات هادو غناهم الله. الدولة كتكلف لهم بكل شي ديالهم، الدولة كتكلف لهم الترونسبور ديالهم، بالمدرسة ديالهم، كتخلص اللي كيقابلهم إلا كانت الأمية اللي كتقابل كيعملوا لها الشهرية. حنا هنا فلوسنا كيديوها غير هادوك اللي ما يستحقوش وما يستاهلوش. إذا قلت كمواطن مغربي كنطالب من الحكومة ومن البرلمان، راكم يوم القيامة غادي تحاسبوا، ما غتفكوش مرة معانا، والله ما غتفكوا معانا. في الدنيا كتعملوا كتسنوا قوانين باش كتحميوا راسكم، ولكن يوم لقاء الله العدل ثم العدل ثم العدل. علاش اللي ما تكونش المدرسة العمومية، أي مدرسة عمومية فين ما بغات تكون، يكون فيها واحد القسم داخل هذه المدرسة العمومية خاص بهاد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكونوا عندهم أطر اللي هما متكونين في هذا المجال هذا. أي مدرسة عمومية يكون فيها واحد القسم، مثلا ماشي أي مدرسة، نقولوا حنا واحد المدرسة في واحد الحي معين، واخا كاين الأحياء اللي فيهم 3 و 4 ديال المدارس، ولكن تكون غير واحد المدرسة ضمن هذا الحي فيها واحد القسم خاص بهاد الأطفال هادو، وعندهم الأطر ديالهم اللي عندهم تكوين خاص في هذا المجال ديال الإعاقة الذهنية والفكرية. ثم ايضا يكون عندهم التخصص ديال الاطفال يعني اللي عندهم التوحد، لان هاد الاطفال هادو صعاب وصعاب جدا. ثم ايضا الاطفال اللي عندهم المانغوليا تلتت الصبغي، وناهيك على الاعاقه يعني الجسديه. من العيب ومن العار ان 70 سنه من اللي استقلنا ولا زلنا الى يومنا هذا ما كنفكروش في هذه الفئه هذه، وقلت هي موجوده وبكثره، ويمكن نعطيكم الارقام. ما عندنا حتى مشكل نبحثوا ونعطيو الارقام لهذه الحكومه، لان قلت باللي ان هذه الفئه هذه ما كيتكلم عليها حتى شي واحد. وسبق لي وقلت لكم باللي ان هاد الناس اللي كنتخبوا عليهم حنا كيجيو يدقوا علينا وكنمشيو نعطيهم الصوت ديالنا من بعد ما كنشوفوهمش. قلت لكم ان هادو غير موقتين معانا، ولادهم ما كيقراو معانا، ما كيتعالجوا معانا، ما كيجوزوا الكونجي معانا، ما كيتسخروا من الاسواق الشعبيه منين كنتسخروا حنا، ما حتى شي حاجه. وهذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع ديالنا. كنتمنى الشعب المغربي يوعى يعني ويعرف في المستقبل لمن يعطي الصوت ديالو. هذه وحده. جوج، كنبغي نقول للحكومه ديال عزيز اخنوش والوزراء ديالها شنو اللي عملت هذه الحكومه فيما يخص المتقاعدين، الناس اللي اشتغلت 40 عام وبقى لها 1000 درهم في التقاعد. شنو اللي عملتوا مع هاد الناس هاد؟ وكاين اللي خدم 40 عام وبقات له 60000 فرانك في التقاعد، لان يومنا هذا كيشبر 60000، وكاين اللي كيشبر 1000 درهم. يعني هذا هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخاصة هاد الناس هادو، هاد الفئة هادي اللي اشتغلت في القطاع الخاص، الناس اللي اشتغلت في القطاع الخاص وفنات الشباب ديالها والعمر ديالها فداء لهذا الوطن. اي واحد فينا كيقدم يعني كيقدم واحد العمل فداء لهذا الوطن. اذا هاد الفئة هادي علاش اللي الحكومة ولا البرلمان اللي كيسن القوانين الزيادة غير البرلمان، ها؟ لهاد الفئة هادي ما عندهاش حق حتى هي يتم التفكير فيها والزيادة في المعاشات ديالها؟ واش بقات 1000 درهم اليوم في هذا الوقت هذا كتسوى شي حاجة؟ 1000 درهم في هذا الوقت هذا ما تخلصش بها حتى الماء والضوء. إذا هذا الشخص هذا إلا ما كانش عنده شي ذرية صالحة اللي تعيلو وتكون به، أين هي الدولة الاجتماعية؟ أين هي الدولة الاجتماعية؟ النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الموضوع هو أنك قلت بأن الدولة الاجتماعية يكون فيها التعليم والصحة بالمجان. ولما كنقول التعليم يعني التعليم الحقيقي والفعلي، ماشي شي كيقري ولادو في مدارس بريفي، وشي كيقري ولادو في مدارس خصوصية عفوا، وشي كيقري ولادو في المدارس البعثة الدبلوماسية، وشي كيقري ولادو مسكين في المدرسة العمومية 54 تلميذ في القسم. لا، خص تكافؤ الفرص في التعليم، يكون التعليم للجميع والصحة للجميع. ماشي ملي مرض زعطوط يمشي للكلينيك، وملي مرض مسكين الدرويش يمشي للمستشفى العمومي يعطيوه الرونديفو السكانير على 4 شهور. أين هي الدولة الاجتماعية هنا؟ سي الحكومة، سي رئيس الحكومة. رئيس الحكومة كشخص نحترمه ونقدره،